بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم ربنا واجعل لعنتك الدائمة وعذابك الأليم على كل من عاداهم وأنكر فضلهم وانتقص حقهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهل الثقلين، حياكم الله وبياكم. الشيخ الجليل أسد الحق علي، أيها الشيخ الجليل، هنيئا لك، هنيئا لك جهادك، والله هنيئا لك بجهادك في سبيل الله وفي حب آل البيت الأطهار. أنا قلتها من زمان أن هناك أبطالا لأمير المؤمنين في البلتة، ها هم الليلة تلوح أنوارهم. الشيخ أسد الحق علي، السيد الماجد حفظه الله، الحاج وعد، مولانا حبيب الصفا. أنا عاوز أسمع صوت الحاج وعد. أمنيتي لله أسمع صوت الحاج وعد. وأستأذنك حبيبي الأدمان أن أقدمه قبلي، والله لا أكمل حديثي إلا بعد أن نسمع صوته. أنا أعتبر أن صوت الحج وعد يقرب لي وقت الظهور، والله وقت الظهور يقترب، وكأنه اليوم أو غد بصوت هذا البطل. تفضل مولانا الحج وعد، لكم المايك بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أخواني، هذا الذي ذكره سماحة الشيخ شرف لا أستحقه حقيقة، وأعتقد أنه سوء أدب أن أتقدم بين يدي المشايخ والفضلاء، فأنا خادم والله لسماحة الشيخ حسن ولسماحة السيد الماجد ولسماحة الشيخ أسد. أولا، شيخنا الكريم يعلم الله أنني أذكركم وأدعو لكم، ونلتقي إن شاء الله على حوض أمير المؤمنين، وعند ذلك سترى أن هذا الخادم لكم كيف يدعو لكم بالموفقية دائما وأبدا، وأنه كلما مر ذكركم في مخيلتي وفي بالي وعند مناقشتي لبعض الأخوة السلفية فإنني أترحم على والديك، وأسأل الله العلي العظيم أن يمد في عمركم وجميع الأخوة والأخوات. فمرحبا وأهلا وسهلا، وحشرنا الله وإياكم مع أمير المؤمنين عليه السلام. أنا أريد أن أتكلم كلمات بسيطة. من يؤمن على دعائي يرفع يده. أنا أريد أن أقول: إلهي بحق الحجة، بحق محمد وآل محمد، أسألك أن تمن بالصحة والعافية على سماحة الشيخ حسن، وأن ترزقه من حيث يحتسب ولا يحتسب. يا الله بحق محمد وآل محمد، بحق زين العابدين، ألبسه ثوب العافية لكي نرى هذا الصوت الولائي، صوت الحق، يصدح في البالتوك وفي غير البالتوك. اللهم من كان مريضا في هذه الغرفة، من يسمع صوتي أو من يعول، اللهم ارزقنا وإياهم حسن العاقبة والشفاء
من كان صاحب دين اللهم اقضي دينه يا أرحم الراحمين. ارزقنا من كل خير رزقته محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اجعل هذه الأصوات الكريمة، أصوات شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، عالية ورؤوسهم مرفوعة دائما كما هم، كيف لا وهم يوالون النبي وآل النبي. اللهم اغذل يزيد وأتباع يزيد ومن تمسك بيزيد، وارزقنا النصر عليهم يا أرحم الراحمين، ببركة النبي وآل النبي عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. طيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. حفظك الله، حفظك الله بحفظه، وأيدك الله بتأييده. أحسنت وأجدت كثيرا والله. لماذا استعجلت؟ نحن كلنا لو أخذت الأصوات الكل يحب أن يسمع منك، لأنه كما قلت صوتك يريح القلب ويشرح الصدر ويقرب لنا الفرج، يبشرنا بظهور الإمام والله. فلماذا استعجلت حبيبي؟ حياك الله وبياك. أتحدث عن هذه الفرقة في نقاط، بس بعد ما أذكر لك حبيبي الحج وعد ذكرتني بمسألة يأتي إلى دبي بدون تأشيرة ككرامة. ذكرتني بطريفة من الطرائف. صحيح، بدل الراجل عنده كرامات وتخرق له العادات، وتخرق له العادات، ما يأتي إلى دبي في نفس اللحظة ويناقشك وتنتهي القصة. ذكرتني بطريفة مولانا الحج وعد. واحد عنده مجموعة من الصوفية يعظمونه تعظيما كبيرا، فالشيخ وهو بيصلي أثناء قراءة الفاتحة قطع القراءة وقال امشي جر. امشي جر دي عندنا في مصر تقال للكلب، إذا الكلب هيدخل حجرة من الحجر امشي جر. طبعا الجماعة الدراويش كملوا الصلاة، وبعد الصلاة قالوا يا مولانا امشي جر. يعني ايه اللي حصل؟ قال وانا بصلي كشف الحجاب فرأيت كلبا يريد ان يدخل الكعبة. مش عارف الكلب يدخل ازاي، والوهابية حوالين الابواب من كل ناحية. يعني الحجاج ما بيدخلوش الا بالعافية. فالولية صاحبة البيت، مرات الراجل صاحب البيت، قالت والله الشيخ باين عليه كذاب، وانا ساكشف كذبه هذه الساعة. قدمت وجبة الغداء وجايبة اطباق للدراويش، كل طبق عليه فرخة، وحطت للشيخ فرختين بس غطتهم بالرز. فقدمت والشيخ عمال يبص، شاف كل طبق عليه فرخة وطبق الشيخ مش عليه حاجة، فقال لها انت نسيتينا من الفراخ ولا ايه؟ قالت له ليه مولانا؟ قال لها ما كل واحد واخد فرخة وانا ما. قالت له بقى يا مولانا شفت الكلب وهو داخل الكعبة. شفت الكلب وهو داخل الكعبة، وما انت شايف ان الرز تحته فرختين؟ فبهت الذي كفر وانكشف الحال. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي